كيف وضعك مع القهوة يا ابو؟ القهوة طول الله عمرك، أنا العادة ترى أخذها قبل التمرين، بس اليوم لأني مرة منتعش وفرحان فيكم قلت أجيل حتى ناخذها مع بعض. تاخذ من نفس الكافي هذا دايم ولا أخذ إلا في السنتين مرة. أوه. خسرتوني اليوم. أنا مو 78، أنا 17 سنة عمري، لأنه بديت حياة جديدة. إحنا كنا 25، كنت أنا أكبر واحد فيهم 68 عمري، فأسمع واحد يوشوش للدكتور الأنصاري، قال هذا الشايب يطلع ولا تشيلون على كتوفكم، وضربت في إذني الكلمة دي. أحمد محمد جمعان الغامدي، يعرفوني هنا بأبو فهد الهايكينج. العمر أنا مواليد 1368 هجرية. خلصت الثانوية وخلصت بكالوريوس جامعة الملك سعود جيولوجيا، وتعينت في وزارة المياه، وبعدها جتني بعثة داخلية في جامعة عبد العزيز أكمل ماجستير. قال واحد ليه ما تنقل لرامكو؟ والله فعلا كنت محظوظ، قدمت واشتغلت لين صار عمري 60، تقاعدت على وظيفة استشاري جيولوجي، وبديت عاد حياتي الرياضية. خمسة إلا 10 أصحى أخذ لي فيها ركعتين وأوتر، وبعدها أطلع على المسجد، نروح المسجد نصلي الفجر ونقرأ أذكارنا. أول شيء أشيك على الكفر حق السيكل، عندي سيكلين لو يبنشنون كلهم في نفس اليوم تنهار حياتك. أيوه خلاص. وقت الظهرية أخذ الفطور حقي، وبعدين الساعة 3 أشوف الشباب إذا كاتبين مثلا يقول لك نشرب الشاي على إحدى الشفيان، ها نروح نتجمع هناك على الشاي لين المغرب. المغرب أمر إما أخذ لي شوية خيار وأسوي لي سلطة خفيفة مع لبن زبادي وتعشاها. بس البارح قلت يمكن بيضربني الجوع، سويت لي كاسة رز أبيض. أوه. هذه كبيرة من أنا هجرت البيت اللي تحت عشانه كبير علي، مسوي لي ملحق هنا. تعال. إيه هذه ملابسي الرياضية، الصباح تحصلني أبدل هنا والبس حقة الدراجة وانزل. وهذا مطبخ الصغير هنا. فطوري هو ما يصير الا بعد الظهر، اسوي هنا ايوه، اما بيض ولا بيض وفول، او اني مثلا اجيب لي حبة دجاج واسلقها مع بامية ولا مع بزالي ولا اشياء من هذا النوع. يوم قعدت من ارامكو قعدت سنة ما رحت المستشفى، بس قلت يا ولد ليش ما اروح؟ لو اطيح بكره ولا شيء على الاقل يعرفون فصيلة الدم. وتفاجأت بعد التحليل ان الدكتور يقول لي ايش علاجاتك في ارامكو عشان نمشي عليها. قلت علاجات ايش؟ قال سكر وضغط كوليسترول. قلت لا ما عندي. ما اخذت الروشته. بعد 3 شهور رجعت، قلت خلني ارجع لعقلي. رجعت ورحت لطبيب ثاني سوى تحاليل، قال لي ايش علاجاتك؟ قلت برضه حتى انت؟ قال لي ايوه ايش فيك انت؟ قلت انا ما كان عندي. قال انت كنت منتظم في عملك واكلك وشربك، الان لك سنه وانت متقاعد كسلان وخامل. والله الكلمة عورتني، ومنها بديت أمشي. واحد يقول لي يا أخي ليش تمشي؟ قلت يا أخي عندي السكر وأبغى أتخلص منه. قال خذ حبوب. قلت طيب يا أخي أنا بمشي. قال لي يا أخي خذ علاج وكل واقعد مع عيالك في البيت. لا أنا ممكن أتخلص من الأمراض بالمشي. الحمد لله المشي مجانا، لا بدفع عليه فلوس ولا شيء. تعرف أنت لما تجيك الأمراض لا سمح الله، أول شيء يحزنون أهلك عليك، يشوفون الأب هذا اللي كان نشيط ويروح ويجي الآن شوفه يخامل، أنت أصلا تصير مصدر حزن لهم، مصدر حزن. أنا الحمد لله الآن مصدر سعادة لهم. بنتي تقول لي والله يا بابا أنا فخور فيك. بالله بيجوك وزارة الصحة؟ قلت بيجوني وزارة. قلت بابا بالله يا بابا ورينا الأشياء هذه اللي بتسويها عشان أوري صديقات.
قلت مو بس توري صديقاتك، خليهم يوروها آبائهم. صباح النور والسلام. يا رجل أنا والله العظيم أحزن على الناس اللي يفوت هذه الأجواء وقومة الصباح. يعني إذا فات عليه الصباح إيش يرجع إيش يسوي؟ وبمشيئة الله يوم سعيد، وزي ما أنت شايف السحاب، قبل شوية وقف المطر. الحمد لله على هذه العادة، من تقاعدت من 17 سنة ما تركت العادة هذه. في الدراجة بعد شوية، وبعدها الهايكينج، وبعدها السوق الشعبي بمشيئة الله. هذه المنطقة اللي بنوقف فيها. الدراجة متعة، نشاط، سعادة، تقوية عضلات الساقين والفخذ، وحتى لها دور أحيانا في البطن. الحقيقة إنها ما أقدر أستغني عنها يوم عن يوم في حياتي اليومية وفي تقاعدي. والله أنصح بركوب الدراجة، واللي ما عنده دراجة ما أدري كيف حياته، لكن على كل حال إذا ما في الدراجة على الأقل يمشي. تماريني دائما من بعد صلاة الفجر، أستمتع فيها. أقطع لي 30 كيلو، 35 40 كيلو، تأخذ مني على حسب السرعة، لأن عندنا هنا المرتفعات تأخذ مني 40 كيلو تقريبا ساعة ونص، وبعدها خلاص أكمل يومي بأي رياضة ثانية، أي نوع من الرياضات الثانية. هذه الحركة لها دور للبطن، يعني تشد البطن في الطلعات. هذا المشي والدراجة والهايكنج هي عبارة عن صيدلية متنقلة معك. كيف وضعك مع القهوة يا ابو؟ القهوة طول عمرك أنا العادة ترى أخذها قبل التمرين، بس اليوم لأني مرة منتعش وفرحان فيكم قلت أجيل حتى ناخذها مع بعض. تاخذ من نفس الكافي هذا دايم ولا أخذ إلا في السنتين مرة. خسرتوني اليوم. على فكرة أجي من البيت بالدراجة إلى المحل اللي بنوقف فيه 14 كيلو تأخذ منه، و14 تسوي 28، أخذ لفتين كذا أكمل 30 وأكتفي. نوقف السيارة، ألبس عشان جزمة الهايكنج رحمه الله والعصا، وبعدين نمشي شوية، ننزل ما بنزل كثير، بس بتكون منظر المنطقة اللي تهامة تحت بيكون منظرها بديع. العادة إذا طلعنا من هناك تكون الحديقة هذه يعني لما نشوفها خلاص كأنه خلاص الواحد يعني عاش من جديد، لأنك تصور لما تمشي 7 ساعات طلوع وبعدين تحصل توكلنا على الله. الآن إحنا على ارتفاع 2050 متر عن سطح البحر، ونزولا إلى تقريبا 500 متر عن سطح البحر في مدينة المخوات تحت هناك. يبدو في الأفق هناك جبل شدى الأعلى،
وهي أعلى جبل منفصل عن جبال السروات في تهامة. شوف هذه مرصوفة بطريقة عملت كلها باليد، هذه على مسافة 7 كيلو تقريبا طلوع. عملوها آبائنا وأجدادنا عندما كانوا ينقلون تجارتهم من القنفذة إلى الجبال عن طريق الجمال أو عن طريق حتى حملة على الظهر. أول مرة صعدت في هذا الجبل، وكنت يعني فخور أن كان معي تقريبا حوالي 30 شخص، وكنت قائد الفريق، وكانت أول مرة ونجحت اللهم لك الحمد. يعني ما حصل في تعب ولا شيء. العادة يكون عندك واحد إما يصير عنده إرهاق، ولا يصير عنده دوخة، ولا يكون مثلا ما نام ليلتها، تبلش فيه. لأنك إذا تبلش فيه، لأنه ما في مجال للسيارة، ما في سيارة تجي تجي، فمعناته انه حتاخذوه على نقاله ولا شيء. فالحمد لله يعني تركت انطباع جيد عندي هذا عقبة حميدة. لانه ترى الموضوع احيانا من زي ما قلت لك، تلاحظ البيوت البيض اللي هناك، نبدا من هناك مشي صعود تاخذ منا 7 إلى 8 ساعات. فاليوم الثاني طبعا بيكون عندك نوع من الشد عضلي او شيء، فلازم تاخذ راحه فتره. طبعا قبل الهايكنج بيوم او يومين اصلا انت تخطط المسار، واذا كانك ما تعرفه احيانا ممكن تعمل المسار بوحدك قبل ما تجيب الجروب معك. ومن حسن الحظ زي الجبل هذا انه تقريبا نقضي 3-4 ساعات واحنا لازلنا في ظلال الجبل، يعني ما يجي الظهر اللي احنا وصلنا وامورنا تمام. اللهم لك الحمد والشكر. الوصول عند هذه النقطة إنجاز، كأنك أنجزت صعود من ارتفاع 500 متر عن سطح البحر إلى 2000 متر عن سطح البحر في خلال 6-7 ساعات. والآن حتشوف تعبيري عن الفرح بعد شوية، بوريك هناك لما ندخل الحديقة تشوف تعبيراتنا عن الفرح. وعلشان مبسوطين ونعبر عن فرحنا نرجع زي الأطفال. ونغني الأغاني لو أرنب نط جاب لي خط من يقرأ أنا أقرأ 7 سنين ما أنسى. بطة يا بطة شيل الشنطة، شنطة خفيفة زي الريشة. وبهذا كل تعب الطلوع هذاك خلاص ننساه، نلهو زي الأطفال. شفت كيف الهايك يسوي فيك؟ يرجعك من عمر 78 إلى عمر 6-8 سنوات. احنا على فكرة مجموعة متقاعدين، أصغرنا 60 وأكبرنا أنا واحد معي 78. نمشي مسافات طويلة، يعني مثلا في اليوم الوطني نمشي من بلجرشي لين أبها 250 كيلو أو تقريبا، تأخذ معنا 11 يوم. حتى أتذكر مرة في حبة ما انطحنت كنت أروح للباحة وأرجع في نفس اليوم 48 كيلو. وصلت الباحة أخذت مني 6 ساعات 24 كيلو. طبعا برد ومتلفلف، توني طالع من الباحة إلا الدورية إيش فيها إثبات، يقول لي إثبات. فكيت اللطمة وحطيت البطاقة، إنه ربع ساعة يطالع فيها ويطالع. بطاقتك؟ قلت بطاقتي. أحمد محمد جمعان؟ قلت أحمد محمد جمعان. يا ولد بطاقتك؟ قلت والله بطاقتي. وإيش هزور أنا؟ قلت ليش؟ قال إيش عندك؟ أنا قلت رياضة. قال إيش الرياضة؟ قلت مشي. قال إيش مشي؟ قلت جاي من بني كبير وراجع. قال على رجولك؟ قلت اذكر الله. اذكر الله. هذه الصحاف العيش اللي نسميها، هذه الصحون حقتنا من الخشب. أول ما كان في صحون العادية. هذا يمثل جزء من السوق.
صندوق السبت اجي معايا بالسيكل حقي وحاط شنطتي. تعرف هذه الاشياء ما تعرض الا يوم السبت، ما تلقاها في الدكاكين، زين ولا لا؟ يجيبونها من منبعها الاصلي بجميع انواع البهارات، انواع الحبوب، انواع الاشياء هذه. وعندك منتوجات ثانيه اخرى زي العسل، زي اللقط، زي السمن. هذه برضو يوم السبت تحصلها عند اهلها اللي يجيبونها من الباديه او من القرى. فهذا عشق سوق السبت. احنا رايحين عند اشهر طاحونه في بلجرشي. السلام عليكم. كيف حالك؟ طيب الله يبارك فيك. نبغى نص مد دخن. يلا اعطني اياه واطحنه. شكرا لك. عفوا. وسبحان الله الروحة للمسجد فيها حتى نشاط، الروحة والجية، يعني فيها روحانية. اللهم لك الحمد. الله أكبر، الله أكبر. أعمل لكم حتة قلابة تاكل صوابعك معانا. تطلع قلابة. لا بس ياخذوا زيت زيتون او سمن زبادي ولا شيء. زيت الزيتون ما تطمن عليه. احط الطماط لما يستوي احط البيض فوقه وبعدين اولع الفرن من تحت يقوم البيض مستوي تماما. خليني اولعه وجاهز من بدري الفرن هذا. شكشوكة أبو فهد يا شباب. لكننا نصيحتي للمتقاعدين اللي مقبلين على التقاعد انه لا ياخذ التقاعد على اساس انه راحه ابدا. التقاعد على فكره اذا يرتاح يمرض، معروف هذا الشيء ابدا معروف. اذا ما تتحرك حتترسب دهون وتتسكر شرايين وسمنه وبعدين الام الركب. فهذه نصيحتي. وحتى الاهالي انفسهم هم يفكروا على بالهم انهم يخدموا ابوهم المتقاعد وهم اصلا يضروه. كل ما يتحرك لا نجيب لك وذا وحط له هذا ويجيب له الريمونت ويجيب له البقلاوه ويجيب له البيتي فور ويجيب له العصير. وش ناقصك؟ والله مسكين اخر شيء ما عاد يقدر يقوم الركب.